أن خزائن رحمة الله سلمت لأحد من الخلائق لينفق منها، قال ربنا: إذن لأمسكتم خشية الإنفاق. هنا يأتي الإنسان يستنبط يستل، وهذا العلم يتدبر. الله قال بعدها: وكان الإنسان قتورا، هذا سيأتي الحديث عنها. قال هنا: إذن لأمسكتم خشية الإنفاق، على عظيم ما في خزائن الله مما لا ينفد. قال الله عن بني آدم: لو أن أحدا منهم ملك هذه الخزائن، قال: إذن لأمسكتم، أي عن الإنفاق، لأمسكتم خشية الإنفاق، وكان الإنسان قتورا. لما؟ لوجود سببين. كم سبب؟ سببان. الأول أن هذا الذي ملكناه خزائن الله، لو فرضنا ذلك جدلا، سيمسك شيئا لنفسه، سيمسك شيئا لنفسه تقوم به حياته، هذا واحد. وسيبقي شيئا آخر مدخرا خوفا من فقر أو عدم سيكون ظاهر. تدبر هنا، هذان الحالان منتفيان عن الله، لا يحتاج الله إليهما، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. هنا يفقه المؤمن لما قال الله: إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. فلا أحد يملك الغنى المطلق إلا الله. وأي أحد أنفق، أنت تقرأ في السيرة فجاء أبو بكر بكل ماله، لكن المقصود بالمال المتداول. لكن أبا بكر بيته بقي له، ثيابه بقيت عليه، طعامه في البيت باق، واضح؟ لا يمكن لأحد، ولو جاء زيد من الناس في غمرة حماسه وصنعها لقفل راجعا نادما وبقي فقيرا حتى لو صنعها. لكن ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه منزه عن هذا كله. وفي الحديث القدسي، وهذا الحديث كان بعض التابعين إذا تلاه قرأه يجثو على ركبتيه وهو طويل، لكن فيه: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. جاء للشاهد في هذا المعنى قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد أرض فسألوني فأعطيت كل ذي سؤل مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وعقلا ونقلا المخيط إذا وضع في البحر لا يمكن أن ينقص منه شيئا. هذا مثل ضربه الله للناس حتى يعقلوه، وإلا كما قال ربنا: لما نقص ذلك من ملكي شيئا. فقال هنا: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. ونقول دوما في دروسنا إن مما يغلب على الظن أن تستدر به رحمة الله حال الفقر أن يقول العبد: اللهم يا من لا تنفد خزائنه ارحم من نفدت خزائنه، اللهم يا من لا تنفد خزائنه ارحم من نفدت خزائنه. والله يحب من عبده إذا دعا أن يجمع بين أمرين: إظهار العبد فقره وإظهار غنى ربه. قال الله عن كليمه موسى: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فقال الله جل وعلا هنا: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق